هو ده اختك حامل. ايوه. مالك يا فاتن، في حاجه في الشيك ولا ايه؟ في حاجه في بطنك. انا فهمت، هي بدلت الطبق بالطبق وهو حط الطبق على الطبق ما خدش باله ان هو فاضي. طبقنا ضربت على طبقكم. مش عارف مين اللي كسب دلوقتي. انت شايفنا يا طيب؟ باشا انت شايف؟ يا باشا يا لهوي يا نهار اسود، يا مرار يا مرار. احنا اصحاب بلدنا. النضاره دي مخلينا مش شايفهم اصلا. طب في حد تحت يا كابتن؟ يا ترى ليه؟ مش انت ليه يا عم تعيد الكلام اللي انا بقوله؟ كده انت عيد عليا، مش عارف اخد ودي معاك. تقول نفس الكلمه. مش هتكلم. مراتك بتخونك مع استاذ محمد، مراتك بتخونك مع جوزي. يا فجرة يا لهوي. يا فجرة. لا 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 بنتي. لا عقوق. عشان احنا نتفرج على الفيديو ويقفلوه في نص المشكله، في نص الكلام. انت ما عشان بقتش طايقهم. يخنوني انت ما بقتش ويبدلونا طايقهم. احنا بقى، عشان يقعدوا يبدلوا على اللي خلفونا احنا، وهم يبقوا مستمتعين بنضارات اللي ابو حفيظ. تكون اخويا اصلا. عليا يا بابا، سلام. استني ما تقفليش يا بنتي. السلام عليكم. مين اللي كان نايم وراكي ده؟ مين اللي هيكون نايم ورايا يا بابا؟ انا مفيش حد معايا في الاوضه. بقول لك انا شايفه بعيني. انطقي مين اللي معاكي في الشقه؟ خيال انا هكدب ليه بيتخيل. يا بابا؟ انا فعلا مفيش حد معايا. قالت له انا هكدب ليه يا ولو مش بابا؟ مصدقني حتى بص، انا لوحدي اهو يا بابا، حتى بص طب ما تطلع بره الأوضة. مفيش حد معايا في الاوضه. لا نقعد الف وراه، فاهم؟ اكيد مش هكذب عليك يعني. لا بص، يا بابا حرام عليك تسك فيا، ده انا حتى هتوترت تربيتك. له. بقول لك انا شايف واحد بيقوم من وراك، انت هتكدبي عينيا؟ يا بابا لو انت كمان مش مصدقني ممكن تيجي دلوقتي الشقه. ماشي يا براكسيه، انا جاي. مراكسي. ماشي انا جاي. هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقش يا ترى. يا حبيبي، ما بين شغل بابا لحد البيت ربع ساعه مشوار. طب انا يوم ساعة يا لا بلاش. لا لا ما تقلقش، انا عايزاك بس تدخل تستخبى في الدولاب وهو لما طب ليه ربع طب ساعه؟ ما ربع ساعة ما يلبس وينزل طيب. هو لابس اصلا. طب ينزل. ايوه صح، هو ليه نايم باللبس ده؟ علشان ما اعرفش والله. انا ما اعرفش هو ليه اصلا قام دلوقتي. وهو اكيد سامعها، يعني نايم باللبس ده، اكيد اللبس ده مش مريح ان هو ينام نوم عميقة، فاهم؟ هو انت مضايقك اللبس يا عم، هو مش عارف هيعمل ايه دلوقتي. ما ينزل. مش عارف ينزل. ده رايح يستخبى في ده رايح الدولاب. يستخبى في الدولاب بجد. ايه الدولاب الكبير ده؟ عندناش الدولاب ده. يعني انت ليه دايما بتشك ان انا فعلا جايبه حد؟ لا يا ترى ليه؟ مش انت ليه يا عم تعيد الكلام اللي انا بقوله؟ كده انت عيد عليا، مش عارف اخد ودي معاك. تقول نفس الكلمه. مش هتكلم. خش قدام. قول خش قدام. انا عامل رياكت عليك كده. يعني انت مش هتقولي لي برضه مين اللي كان معاكي؟ يا بابا اكيد مش هجيب حد يعني، وبعدين ممكن يكون انت شفت غلط من ضغط الشغل عليك. مثلا يعني في عيني دي حد كان ضغط الشغل. وراكي. ممكن يكون بتهيألي. شو انا النضاره دي مخلينا مش شايفهم اصلا. انت شايفهم سفرة طبعا. مش شايفهم اصلا. خلاص انا هرجع الشغل تاني، عايزه حاجه؟ يعني انت يا مشيت السرعة. الربع ساعة دي كاملة عشان يا فادي. يخش الأوضة يقول لها قولي لي، فقالت له ما هي مفيش صورت حاجة. له فيديو، عملت له كده. آه. كان المفروض بقى اوفر مشوار بنزين بقى، ولا اشوف هو جاي مواصلات. فلوس ايا كان. ايه ده؟ ايه ده؟ كوتشي. ايه ده؟ قفلوا هنا. قفلوا عند الكوتشي، مفيش جزء تاني. اما هم بص، هم بيعملوا الحركة دي ليه؟ عشان يعملوا لك هوك ابن كلب، طب ماشي، يخلوك تعمل شفنا فلوس. الهوك، فين الجزء التاني؟ مفيش، ما بيعملوش. اصلا. هي دي الفكرة اصلا، عشان يجمعوا فولورز. طب ما نيجي نعمل هوك. يلا بينا. في حد انت اضربني كده. شايف أنا حد موقف معاك في الفيديو. استنى نشوف ايه الحوار ده بقى؟ انت بتستعبط. ايه القرف ده بقى؟ وردة ايه؟ ايه يا حبيبتي، انا جبت لك ورد. رسالة عيد الحب بغل ازاي؟ حد يروح يجيب لحبيبته هديه رخيصه كده؟ بقى انا اجيب لك عربيه. بيجيب لها ورد في عيد الحب يا ما هي جايبه له عربيه لقد برضه. كفرت. لا هي جايبه له عربيه برضه. ماليش دعوه. بس انا مش سامع أنت الصوت. كل- زي ما جبت لك هديه حلوه وغاليه المفروض تجيب لي هديه حلوه وغاليه. مش هي رياكشناتها عامله كده ليه؟ بص انا موقف فين اصلا. هي من فصيلة ام ساجده. لا انت مطلع اختي بقى على تصدق ما جبتهاش. كنا المفروض كنا جبنا انت عايز ام ساجده. جيب لي بوكيه ورد ما يكملش 15 جنيه. يا حبيبتي 15 جنيه؟ بوكيه الورد ب 15 جنيه؟ يبقى بلاش. هتفرق، انت بتعمل رياكت على حاجات كده غريبه هما بيقولوا. يا حبيبتي الحب
الحب احلى من الفلوس. ملوش لازمه. بقول لك ايه يا حسام، حب حب من بوكين واحد. لا وحشه قوي دي، وحشه قوي دي، وحشه قوي دي، وحشه قوي دي، ما جاتش. انا اسف. بقول لك عربيه غاليه، المفروض تجيب لي عربيه مرسيدس مش بوكيه ورد. هي جايبه له اصلا العربيه. عربية إيه؟ قعدت هتلاقيها مأجراها جايباها كده. ماما مأجرة. خد العربيه وامشي يا عم. ايوه صح. خد العربيه وامشي. لا انا كمان نفس الكلام، المفروض تراعي مشاعري وشكلي مش قدام هنخلص الناس. بقى، مش دقيقتين رايحين رايح جايين. ورد رخيص. اوعى كان هات لازم كده. راعي الهدية مشاعري. دي ايه ما ده؟ تستاهلهاش. خدت منه العربيه. طب انا عايز عربيه. طيب اديني جيت اهو. نعم انت عندك حق يا شيماء. هقول لك هم يعملوا ايه دلوقتي. هيقول لها انت عندك حق يا شيماء، بوكيه الورد رخيص، وانا كنت اصلا عامل لك اختبار وادي مفتاح عربيه مرسيدس. لا لا لا، انا اقول لك بقى. اوه. هو هيقول لها بصي انا معيش غير تمن بوكيه الورد ده، بس انت معاكي تمن العربيه اكتر من العربيه. شايف اتوقع ان دي تبقى اشيك على بس موطي راسه ازاي. دي تبقى اشيك. نشوف. انا ما استاهلش الهديه الحلوه اللي انت جايبها لي دي، ولا انت برضه تستاهلي الورد الرخيص ده، مش من قيمتك. وعلى فكره انت كنت ممكن تقبليه، ده انت لو بتحبيني فعلا، وساعتها كنت هجيب لك الهديه الحقيقيه. اخلص. والهديه الحقيقيه ايه ده؟ تصدق إيه انت بقى؟ عندك حق. بص يا شيماء، احنا مرتبطين من فتره قصيره صح؟ انت متابع الناس دي؟ مش متابع والله، بقالي سنه بعمل رياكت. هل فعلا بتحبيني انا ولا بتحبيني؟ حبيبي هو ليه وطى الفوليوم في هم بيقفلوا في حته بنت كلب. هو ما قالش برضه. ده بالرهان يا اسطى اللي طب النقاش ده ايه؟ هو ما قالش برضه. يا عم ايه الشغلانه الوسخه دي يا عم؟ لان انا مدير الشركه، لو اي حاجه حصلت ده كان فوتر في الفيديو اللي فات. ايوه هو ده. يا فين الحماميه اللي انت خدتيها؟ كلتها يا محمد، هتكون راحت فين يعني؟ كلتي ايه يا ريهام؟ انت لحقتي كلتيها؟ انا جايب 3 حمامات، فين الحمامه الثالثه؟ انا كلتها وانت بتتكلم وانت ما خدتش بالك مني. ممكن اكون ما خدتش بالي. كلتيها بالعظم بتاعها ولا ايه؟ لا لا ده انا مدير شركه. مش ممكن اكون ما خدتش بالي. خلاص. مش مهم بقى. شوفوا الكفته بتقول ايه. ده رغيف حواوشي. فين الحواوشي اللي انت خدتيه؟ محمد انت بسبب المشكله. هو بيعد على الاكل. طبعا انت ما كملتش أكلك. بيعد على، بص خلاص بيأكد عليها. لا كده. لا الحمد لله الحمد لله. طب في حد تحت يا كابتن؟ خلاص مشي اطلع. اطلع كل على الترابيزه بقى يا عم. شغل الكلاب تضرب عينك تحت. هو ايه يعني؟ مش شايف الاسود اللي تحت ده؟ انا بقول له اضرب عينك تحت كده. اطلع بقى. اطلع. هو استاذ محمد، هو حضرتك جيت؟ في ايه يا مروه؟ مراتك بتخونك معانا. استاذ محمد، مراتك بتخونك مع جوزي. اللي انا قلت لك عليه اصل اصل ايه يا مروه؟ روحي من اللي انا قلت لك عليه اخلصي. ماشي انت لسه هتتكلمي؟ بقى يلا يا مروه. سيبك منها، ده هي بس تلاقيها متلخبطه شويه من كتر بس الشغل في البيت. روح بس انت شوف لو انت هتعمل خاينة هتعمل بس. ايه. ده البنت ولا هي متلخبطه في شغل البيت. ده شافتني اتخضت وقعدت تقول لي هفهمك يا محمد عادي، بس تلاقيك دخلت عليها فجاه ولا حاجه اتخضت. روح بس فجأة انت في مش الصالون. شوية خايف. في الطرق. عملت معاكي حاجه يا ريهام؟ يا سيدي ما عملتش حاجه، هي بس عبيطه كده انا مدير شركه رايق. انا مدير. حاجه قولي لي. كنت هتودينا في داهيه. حد قال لي افتحي بقك. بس دايما افتكرته شايفه. يا ستي مش احنا اصحاب بلدنا. بقول لك حتى افتحي بقك ولا تتكلمي بتكلمي. ما انا ما كنتش عارفه ان هو ما شافوش كويس. انت جيتي لحقتيني بالكلام، انا كنت خايفه يكون شافه. انت عبيطه. يعني هما الاتنين متعاونين مع بعض. انا فكرت دي ضدها، اصل كل الشغالين لا انا بيكونوا- خايفه يكون شافه. هي بتتكلم في عمق برضه. انت هتذبحني الله يخرب خايفة بيتك. يكون شايف. اتفضلي امشي بقى وتعاملي عادي. طيب حاضر. اتفضل يمشي بقى وتعاملي عادي. كلهم كده. روحي. يلا. لم حاجتك وامشي بسرعه. ريهام ده انت بارد قوي يا اسطى. ده انت تيني حلا وقاعد بحافي كمان مشمر البنطلون. انا حاسس ان هو هيطلع في الاخر عامل روحي يا خير. مروه انت لمي الاكل. لا عمل خيري، ما كان هيبقى في البيت يعني. بقول لك اللبس بتاعي والقمصان البيضه دي راحت فين؟ روحي بس هتلاقيها في الدولاب التاني اللي هو في مش الأوضة لابسه. الصغيرة. هو لابس اسود. انا قبل ما تلم الاكل لا 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 هتاخد ايه؟ هاخد حاجه بس ازقز فيها. هي هتجيب لك. روح هاتيله منبار. اجيب لك ايه؟ هاتيله منبار. منبار بيأسس في منبار. بسرعه يا مروه. منبار اجيب لك طحينه. هدخلهم في الاوضه ازاي يا ريهام؟ اخد حته طب بس. ايه يا ريهام مالك يا ريهام في ايه؟ ما فيش يا محمد. في حد عادي أهو. تحت السفرة بس. شكرا. خليه ما يشيلش الاكل، يمكن نرجع ناكل تاني. خليك بقى يا محمد وخش رايح. بقول لك يا ريهام انت غريبه. لا. انا هقعد اتفرج على التلفزيون. يا محمد ده في ايه يا محمد؟ يا لهوي. يا نهار اسود. يا مرار يا مرار. اصلا بس هما بيقفلوا هنا يا صاحبي. ما فيش. مش هينزل الفيديوهات ده بقى. إيه؟ اللي بيحصل ده مش هينزل يا عم. ما تيجي في الحته الحلوه وتفصل. ما لا يا عم، ما احنا هنعمل ايه؟ ما احنا عندنا كونتنت. ما هو ده كونتنت. ايه بس ما احنا كمان كده بنيجي على الحلوه حته ونفصل. الصوت عالي فشخ يا جدعان. ما تظبطوا الريتم بتاع الفيديوهات بقى. انا بحب بس هات لنا بركسيه بقى.
انا حبيت باركسيا. بس ما هتشفع لك المكرونه يا بركسيه يبقى مش تاكلي معانا. هي ايه الطبق الفاضي ده؟ ايه ده؟ هو انت جبت الاكل ده منين؟ ما انا كنت عامله انا فهمت، هي بدلت الطبق بالطبق وهو حط الطبق على الطبق. ما خدش بالك ان هو فاضي. طبقنا ضربت على طبقكم. مش عارف مين اللي كسب دلوقتي. بس ده بيتكلم ازاي؟ طالبه نفس الاوردر بتاعي، ده انا طالب واحد بس ده اللي كان معاه في الاوضه اصلا. يا عم يعني احنا عملنا الفيلم ده كله وفي الاخر طلعت هي اصلا طالبه اكل من المطعم. احنا مالناش دعوه، سيبك منها خالص، هي كده كده اصلا مفجوعه، خليها تخلص هي بتاكل كده ليه؟ وبعد عشان هيكتشفوا الخيانه دول. ناكله مع بعضنا بعد ما هي تخلص. انا حاسس يلا بقى بعد ما نخلص. من الاوردر بتاعنا. انت شايف المكرونه حلوه وتفتح النفس ازاي؟ بدل ما انتوا قاعدين ترغوا كده تعالوا كلوا معايا. لا بتتكلم كده ليه؟ وانت رفضت ليه يا عم؟ هي اللي عزمت علينا، تعالى ناكل معاها وبعد كده نبقى ناكل اكلنا احنا. لا ده انا فاهم دماغها كويس قوي، هي عايزانا ناكل معاها في الطبق بتاعها عشان بعد كده بقى تاكل معانا في الطبق بتاعنا. ده فاهم الدنيا ده. طالما انتوا مش عاوزين تاكلوا معايا على الاقل تعالوا اشربوا، دي ساعه قوي. خلاص بقى لو كده بديني دي كوبايه مش بقى لما مشبره تخلصي. مش هناخد منها حاجه عشان ما تشاركناش في الطبق. ولو ده بيكس منوفي بتاعها وتبقى منه كمان وبتشرب الساقع، يعني هي كده كده شبعت وعمرها ما تبص الاكل بتاعنا. يا ريتني كلت معاها. خلاص طالما انت قلت البقين دول بقى انا مش هخليك تاكل معايا. لا انت ما تعرفنيش، انت لو كترتهم معايا انا ممكن اخد منك. انا ممكن بس اقول حاجه. انا تهت، مش عارف هم بيتكلموا فين. ما هم بيتكلموا في طبق اكل، بس انا انا تهت منهم. انت عارف طبق الاسباجيتي بيتكلموا بسرعه، ما بحبش اعمل فيديو رياكت على حد بيتكلم بسرعه. خلاص قوي اللي هو طب انا هعمل هرياكت امتى؟ يعني حضرتك هتقفل بقك امتى عشان انا رياكت عليك؟ ما مش لاحق يا عم والله كده. عندك حق. حس ان هو حاطط الكاب كات، فاهم؟ حاططهم فوق بعض، حاطط الكلام فوق بعض. هات لي الراجل ده، انا بحب محمد ده. انا دلوقتي لحد دلوقتي شايف له 3 فيديوهات بياكل في ال3 فيديوهات. ايوه صح، بياكل في ال3 والله. حتى الفيديو اللي هو كان صايم فيه كان بياكل فيه برضه. ربنا يسلمك يا حاجه. بس يا رام ايه ده؟ تعالى يا ماما كلي، تعالى اللي انت تاكل ايه يا محمد؟ هتاكل معانا؟ ايوه اي حاجه عايزاها. يوه دي الارزاق على الله، مش عايزه حاجه منكم. لا شكرا. ليه يا طنط ما هم وافقوا. احرجتها. قالت لها ايه؟ طب لا قالت لها ايش، بس احرجتها والله. ده بياكل باتيه. هم كلهم كله بياكل باتيه ورغيف. هو رغيف ايه عيش. هو ليه اصلا عندهم رغيف عيش وهم كلهم بياكلوا باتيه وشيبسي بالجبنه؟ ما هو الفكره، وكان عندها عيش فاضي فهي قالت له لا لا الغني. مش عايز. فكرة الست دي شكلها مش غريب عليا. شكلها امك. هتطلع كده فعلا. ايه يا مراري. دي امها صاحب اللي دي حماتك يعني. 7 سنين. 7 6 مش قلت انها عندها زهايمر؟ ده هو اصلا يعرف القصه، هو ما يعرفش. انا ريهام وانت مش فاكراني؟ لا انا ما اعرفش والله، انا واحده بقالي كام سنه قاعده في الشارع، الناس بتكرمني بس انا ما اعرفش انا. ماما انت صريحه قالتها في 5 ثواني. تجيني ازاي يا ماما؟ ده انا يا ريهام محمد، دي ماما يا محمد. معاك بطاقه ولا ايه؟ السلام عليكم. انا مدير الشركه. انا مدير الشركه. عندها يا ست زهايمر مش فاكره حاجه. دي طب يا أما ماما ما تقولش تيجي في تركبي وشها. معانا العربيه. ما تقولش كده. ما تبطل يالا. بقول لك بنتي. هي بنتي منين؟ ده اذا كان هي لو بنتي تسيبني في الشارع؟ اذا كان انا مش متجوزها اصلا. ان انا مرميه في الشارع بقالي كام سنه. طب انت على المبدأ. ما خلاص يا حاج، عرفنا انك مرميه في الشارع بقالك كام سنه. خايفه تتلخبط، خايفه تزود دور تتلخبط. طب انت عايشه فين دلوقتي يا ماما؟ انا مرميه في الشارع. في الشارع يا عم، قالت لك 3 4 مرات انها في الشارع. مش متشبهه عليها خالص؟ خالص. هم مش شبه بعض خالص. مش بقى يمكن شبه ابوها يعني. انا مش دي المشكله بالنسبه لي. انا بقيت غريب قوي، بقيت ده حاجات غريبه قوي. لا عادي، حقك. هو كل اللي احنا بنتفرج عليه ده غريب. انت صح، اصلا عندك يعني ايه كويس ان انت لسه دماغك سليم. صح، انا بتفرج على جد في سن صغير، فاهم؟ وانا يا ماما، وانت انت كنت قاعده يا دي ام سابق كفته. ده احنا ما كناش محشي يا حاجه والله من يوم ما انت اختفيتي فجاه. ايه ده؟ طب ما ليه؟ انت اترميتي في الشارع ما كناش محشي. 7 سنين كلهم بغلي والله. اوديك لاختك اللي هي ام عبد الله. اتلخبط. لا بس لاختي. عشان كده التانية عمالة تقول لهم في الشارع بقالي 7 سنين. عشان هي مش عايزه تتلخبط. هم مش بيعيدوا، هم بيعملوها وان شوت. غلطت عادي خلاص. محمود الجمال كده برضه. محمود كل اي فيلم قصير ما بيعيدوش شوت كذا مره. يعني احنا صورنا الفيديو ده كام؟ ده المره الثالثه اللي هنصور فيها صح؟ مثلا او المره الثانيه. هم ما عندهم بياخدوها لزق كده. يعني دي مثلا دقيقه، احنا بقى لنا 40 دقيقه. يعني المره اللي فاتت كان 40 دقيقه، المره دي نفس القصه. لا اختك اللي هي ام عبد الله. خالتي تمام. انت خالتي
هنوديكي لاختك تشوفيها. يلا يا بعد كده يلا يا فندم، يلا ما تقلقيش تعالي. اديني لقمه يا ابن اخويا. بس كده. انا مشكلتي ان هما ما بيقفلوش نهايه صح. انا مشكلتي في اللي انا عايز اقفل دلوقتي. اصلا بقى هو ده اختك حامل. ايوه مالك يا فاتن، في حاجه في الشيك ولا ايه؟ في حاجه في بطنك. بص حضرتك من غير اي مشاكل انا احكي لك اللي حصل. بقول لك انا حامل، انا في مصيبه، انا اختي لو عرفت ممكن توديني في 60 داهيه. هي دي عرفت في الحمام بتاع المطعم. لها كل حاجه، اقسم بالله هبلغ البوليس وهوديك في 60 داهيه. هتقولي لي البوليس. مع السلامه. بس كده ده كل اللي حصل. لو حضرتك عاوز اي حاجه تاني اعرف. اعرف لك عامل بمين فاهم. على قد ايه؟ الله اعلم يكون مقبول على الموضوع. واد ولا بنت الحاجات دي يعني. فنحاول نحل الموضوع بهدوء. هو مين بص انا اوعدك ان انا مش هدخلك هنعرف بقى في اي مشكله هنا في المكان. طب والنبي بس ثواني بس قبل ما تقفلوا القفله القذره كام دقيقه هيقفلوا القفله القذره. طب ماشي نكمل بقى على حس الواد الصغير اللي جاي في السجن. مش مهم بقى على حس اي حاجه. مالك يا فاتن، انت متغيره قوي، حاسه فيكي حاجه. مفيش حاجه يا سلام. مفيش حاجه ازاي؟ انت من ساعه ما الراجل ده اداكي الشيك وانت متغيره كده. لو في حاجه قولي لي. قلت مفيش حاجه يا سلام، مفيش حاجه يعني مفيش حاجه في بطنك بقى وخلاص. ماشي يا فاتن، انا اقوم اخش الحمام. برضه تاني هتروح تعمل تيست بقى. تتاكد. استنى عندي. في انت بتزعق كده ليه؟ انا عرفت ان انت حامل. يا فجرة يا لهوي يا فجرة. احكي اللي حصل وانا ساعتها اقرر احكي ولا ما احكيش. انت مين يا اسطى؟ ده اي اي. انت مين؟ ده اي اي. ده ايه ده؟ ده عارف انت رياكشن غسان مطر اطلع يعمل الصح. هو عامل كده ستاندر اي اي. ما بيتحركش والله بيتكلم كده. ما انا بقول انت فاهم. خلاص بقى ما تخافيش منك لا تطلع اي اي انت كمان. ده الواطي. انت وقفت هنا ليه؟ اهو ده اللوكيشن. بس مش ده اللي باين عندي في الموبايل. ده اوبر. ايه ده رشا على الجو رشا مع صراصير. وهي كده انا شيت دي ونمت في ساعتها. ايه ده؟ بس انا عايزين نشوف الجزء الثاني. ممكن نخش على كونت تشوف لو عايز. لا خلاص بقى خلاص. بص هو القفله مش بتاعتنا بس. القفله حلوه. لا مش حلوه. ده هو رشا معطر صراصير. انا قلت هيحصل حاجه تانية بس. ماشي يا سيدي. هو ده الندل سواء اوبر. هو سواء اوبر هو اللي عمل القصه دي كلها. بص لي ليه مش انا والله. انا بكلمك انت ازاي تصلي هنا؟ بص ده الالحاد بقى. يعني احنا كنا في المره هتلاقي انا بكلمك ازاي تصلي ايه؟ مفيش هنا تاني؟ انا قلت لك ما تصليش هنا تاني. ما تصلي فين؟ ده بص هي الفيديوهات بتبقى منقسمه لكذا حاجه. فكره غريبه فشخ. يا اما فجر يا اما بقى كفر. خلينا في الكفر. احنا بقى انا بكلمك ازاي تتجاهليني؟ يا انت ما ينفعش تتجاهليني. طيب لما تخلصي تخشي لي جوه. انا عايزاكي بعد الصلاه. انت النهارده اخر يوم ليكي. ايه السجود ده؟ ايه ده سيدي بطاطا. يا وليه ده حرام عليكي. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ رحتوا فين؟ جميل عامل ايه النهارده؟ اسكو خالص انا جميل بيكفر. ايه يا بنتي؟ الحيوانه اللي انت جايبها عشان تشتغل عندنا دي رايحه تصلي. بتصلي. الحيوانه دي بتصلي. انا قلت لها ما تصليش. انت قلت لها ايه ده بجد؟ قلت لها ما مين تصليش. عشان تقول لها ما تصليش؟ ايوه كده يا اسطى خوفتني. اروح انام. وما تصليش. انا عايز انشر الكفر. روح نام انت وما تصليش. خلاص يا انا يا هي. مين يدخل؟ يا انا يا هي. يا انت يا هي. انت يا حيوانه انت. يخرب بيت امي دي قفله يا جدعان بقى. يا جدعان ايه الاستفزاز ده؟ يا انا هي. يا انا هي وقفل. هيختارها هي بقى. اختار اللي بتصلي اكيد يعني. مش هيختار الكفر يعني. اكيد. طب ما هي لابسه حجاب. هي هرمونات والله. طب ما هي لابسه حجاب. هي هرمونات. ده مشروب احلى مشروب. خدي. هو ده اللي عندي. خدي. وانا لازم ارتاح. انا مش هرتاح غير ايه بقى؟ لا عقوق. عليه الصلاة والسلام. ايه عليه الصلاة والسلام ايه؟ هم قالوا صلي على النبي. بجد ما خدتش بالي. ايه يا بنت الكفرة. قومي. يا نهار هوريكي تقومي ازاي. طب هي مشلولة بتقول يا رجلي يا رجلي. مش هتحس بيها. لا هتحس. ما بيحسوش. يا عم بيحسوا.
ما بيحسوش بجد يا عم ما بيحب مشلوله ولا متخدله، هي التانية بتبقى متبنجه تقريبا. صح. في يا عم محتاجين دكتور يكلمنا في الحوار ده. انت انا هوديك الحمام كده، قومي يا بنت هتقوم ازاي ده طب مشلوله؟ يعني الست دي وافت انها تعمل دور زي ده ليه؟ اكيد قالوا لها ضحكوا عليها زي ما انت ضحك عليا كده. قالوا لها عادي. عندك حق صح. انت مش عارفه تقومي، انا هقومك. انتظر الجزء الثاني. احبك بالشبشب على وشك وتكسب بعدها ايفون 13 برو ماكس. تضربي مين يعني لما اكب الميه السخنه في وشك يعني هتبقى مبسوطه؟ فيا يا استاذ، ده ضربه صغيره ومش هتحس بيها، وفي الاخر هتكسب اغلى موبايل في العالم. طب يلا غوري في داهيه يا ام اغلى موبايل في العالم. ممكن اضربك بالشبشب على وشك مره واحده بس ومش هتحس بالضربه وتكسب معايا اضربه على ايفون وشك. في العالم. تعبتها يا بنت انت ولا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت هبله؟ ايه يا استاذ، ضربه صغيره خالص مش هتحس بيها، في الاخر هتكسب معايا الايفون اللي هو ب 30,000 ده. بقول لك ايه، امشي من وشي دلوقتي عشان ما المش عليك الدنيا كلها واضربك واقل مش منك. معايا خليها تضربني انا طالما هي ضربه صغيره. خلاص ماشي يا استاذ، انا ممكن اضرب بنتك بس مش هيبقى الموبايل ده، هيبقى موبايل اقل منه بشويه. بقول لك ايه، امشي من وشي بدل هو ما بالحاجة ولع الجزمه. يلا غور امشي. ايفون 11 بس. والله بس اعمل ايه؟ مش لاقي شغل. بقول لك هتكسب معايا ايفون ب 30,000 جنيه بدل اللي انت يا بتعمله ستي ده. ده ده انت- لعب ملوش لازمه، في الاخر بتاخد 200 جنيه. اضربها مني يا ست التعبيطه، يلا ولا ملايين الدنيا ولا تضربي على وش من ده، انا هضرب. انت يا بابا لو كنت اتضربت كنت خدت 30,000 جنيه، يعني ده مبلغ كبير قوي. اهم حاجه عند الانسان كرامته، الواحد لو اتخلى عن كرامته اتخلى عن كداب يا اسطى، انت اصلا طلعت الفيديو اتخليت عن كرامتك. ايوه حصل. انا بس سيجارتك فين يا اسطى؟ اهي معايا. انت سرقت سيجارته؟ ما ايه بيدوك الرساله في وشك. محمود الجمال برضو بيعمل. انا مطبع على محمود الجمال، الله يخرب بيت محمود الجمال. الله كرامتك. بس انا كنت بعمل ايديت على 4 فيديوهات بتوع محمود الجمال امبارح، فمحمود الجمال كله في دماغي. انا فاكر امنيك هو كانت بتقولي بالظبط. ايه يا هرم اجيبك. مين فيهم اللي عكسك؟ هو ده. انت شايفنا يا طيب؟ باشا انت شايف؟ يا باشا هو ده؟ انت بتعكسها ليه؟ بعكسها ليه؟ على فكرة انا جاي اخد حاجة اغرب ركض شفته في حياتي اقسم بالله. التاني مش شايفه اصلا. وهي اختي، ما ينفعش تعكسها. مش سامعك. بقول لك ولا شايفك. حاضر من هنا الاثنين. ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش هعكسها. دقيقة النضارة. ده ايه والنبي يا اسطى ما تضرب. دقيقة والنبي اجيب النضار. لا حول ولا قوة الا بالله. سيبه ما تمسكوش كده. اسمع يا دنتو، انا لو شفتك معدي في الشارع ده تاني مش هاخد منك النضاره، هاخد منه ايه؟ هاخد منك هدومك. هدوم؟ انت فكرت حاجة تانية. يلا يلا نمشي. طب بقول لك ايه، اوعي تطلعي من انت مشلول ولا انت عندك تاخر في الكلام ولا ضعيف نظر؟ متوتر. التاني دلوقتي حط عليه. طب ما هو في حاجة بس، هو اللي بيلبس نضارة بيكون شايف، ما بيكونش اعمى. ما انت شايف نضاره ابو حفيظ ولا ولا شوف ازاي بيها بالتاني عشان ما حدش يعكسك. بذمتك انت اخ، انت كده جبت لي حقي. مبسوط قوي لما اتضربت والنضاره وقعت وما بقتش شايفنا ولا شايف حد. ايه يا بنت انت لا ينفع تكون اخ ولا ينفع تكون زوج ولا ينفع تحمي حد اصلا. لما تتجوز هتحميها ازاي؟ انت بتقولي ليه كده؟ انا هاخد حقك وهروح له تاني، بس ما تقوليش كده. بص، لا تاخد حقي ولا عايزه حاجه منك، كل اللي انا عايزاه ان انت تبعد عني، لان انت طب رحتي طلبت منه ليه من الاول ان هو يجيب حقها؟ عشان احنا نتفرج على الفيديو ويقفلوه في نص المشكله، في نص الكلام. انت عشان يخنوني ويبدونونا احنا بقى، عشان يقعدوا يبدونوا على اللي خلفونا احنا وهم يبقوا مستمتعين بنضارات ابو حفيظ. هتفضل ضعيف كده لحد امتى؟ اديني. في واحده جت في النص. مين انت؟ في واحده جت بالظبط. مبسوط وانت كده؟ جرب تاني. مش عارف تاخد حقك. ايوه احمد السقا. ايوه الضعيف في الزمن دوت ما يعرفش يعيش. انا عايز اولع السيجاره. يعني بعد اذن الضمير عايزين نولع سيجاره. انت لازم تكون قوي. بس هو ليه بيلف؟ ما هو انا بروح معاهم عشان اثبت معاهم بس. اديك حاجه هتشكرني عليها. نديله ايه بقى؟ هديله نضاره جديده. خاتم. ايه ده؟ البس الخاتم ده. ربنا يعمر بيتك يا صاحبي. الله ايه؟ طب ده مش داخل في صبعه اصلا، مصرفه شويه. الله لا النضاره. الله ايه ده شايف؟ انا بحلم ولا؟ لو بيحلم مش هيكون شايف. اما بشوف كويس. ولا سامعني اصلا. تعمل كده ليه يا دود؟ انا مركز فشخ.
عايز اعرف. قلب نفسك ساعة، خاتم فضة، محفظة، يلا يا اخي موبايل. دي اللي فيها الفلوس. انا بتقاطعني بسببك يا 50 جنيه اهو. تعالى قلب حالك. استنى عندي. الله 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 الله. يغيرهم والله. بعد اذنك الفلوس دي كده. انا تون السود ده عارفه. مين اخويا؟ الفلوس بس وعرفك انا مين. ده اكل عيش يابا، انا بقف بثبت. خد منك حاجه تاني؟ الفلوس اهي والمحفظه اللي فيها الفلوس كلها. طب خليك في ظهري كده. كيف فضل عشان خايف يا اسطى. هو فاكر إيه اللي جابك تاني يا انت؟ انت عايز تتضرب تاني؟ عايز اتضرب تاني لو عرفت اصلا. ايه يا قرا؟ يا جدعان بقى كفايه كده كده خلصنا الفيديو. ما تنساش انك تنزل تحت تعمل لايك شير سبسكرايب، وهتلاقي لينكات التواصل بتاعتها في الديسكربشن. وبس كده، صلي على النبي وسلام.